كل إنسان يولد للشيطان مثله، فهناك قرين لكل واحد. وبعدين مش كده وبس، ده الأعمال فيها تخصصات. لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يلبس عليه صلاته وقراءته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يدعى خنزب، فإذا شعرت بشيء من هذا فادفل عن يسارك 3 واستعذ. فإذا هناك شيطان متخصص لموضوع الصلاة، وهكذا هناك شياطين متخصصة في كل باب من الأبواب. في شياطين متخصصة للخلافات الزوجية، ده واخد كورسات علشان يقدر يبقى فنان في كيفية إثارة المشكلات بين الرجل وزوجته. وهناك متخصصون في تكبيل الناس وإحجامهم عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهكذا ألوان مختلفة. في منهم متخصصون في الاكتئاب، ازاي الانسان يصاب بالاكتئاب، في متخصصون في اثاره الغضب في النفس، وهكذا. فاذا الشيطان عنده تخصصات وعنده تدرج، وده اللي بتلفتنا ليه الايه الكريمه: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. التدرج ممكن يبدا مع واحد بان هو بس يكتر النوم شويه ويكتر الاكل شويه. هو الاكل حرام والنوم حرام؟ لا لا لا، مش حرام طبعا، بس الاسراف في الاكل والنوم والشرب واللبس حرام. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا آكل وماذا ألبس؟ فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: صرف ومخيلة. اعمل اللي أنت عايزه، اشرب زي ما أنت عايز، بس ما تصرفش وما تفتلش على الناس بلبسك ولا بعربيتك ولا ببيتك، وما تكترش من الأساس في البيت اللي ملوش لازمة. ولهذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك وفراش للشيطان. في بعض الناس كده تخش تلاقي مثلا 4 أنطريهات في البهو ما بيتقعدش عليهم. معنى كده إيه؟ معنى كده إن الحاجات اللي أنت مش هتقعد عليها هيجي الشيطان إيه؟ يقعد عليه. والجميل كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أشياء كثيرة من هذا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ستكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين. فأما إبل الشياطين يقول هيبقى في إبل خاصة للشياطين وفي بيوت خاصة للشياطين. أما إبل الشياطين فيخرج أحدكم بخبيثاته قد أسمنها ويمر على أخيه واقفا قد انقطع به السير فلا يحمله على إحداهم